الحالة السابعة التقاء الباء في الميم، وهو في قوله تعالى في سورة هود: يا بني اركب معنا. إيه أصلها؟ اركب معنا. اركب، الباء من الشفتين والميم في معنى أيضا من الشفتين، فالباء شفوية والميم شفوية، ولذلك مر معنا في المخارج: للشفتين الواو باء ميم. فلذلك أغلب العرب يقولون اركب معنا، يدغمون الباء في الميم، يعني يحولون الباء إلى ميم وينطقون ميما مشددة. لو وقفوا على الأولى يقولون اركب بباء ساكنة مقلقلة، لو وصلوا يدغمون. نعم. وهذا أيضا اركب معنا ورد فيه خلاف بين القراء بين الإظهار والإدغام، كما نرى على اللوحة. ورد فيه مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون، ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط، أما من طريق طيبة النشر فلحفص فيه الإظهار والإدغام. هذه هي الحالة الرابعة من الحرفين المتجانسين إذا التقيا.